أهلا بيكم في فيديو جديد. قبل أن نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. في الفيديو ده هنكمل كلامنا على conditional statement وهنشرح حاجة جديدة وهي السويتش كيس. فعلشان نفهم السويتش كيس فأنا محتاج أوديكم مثال تفهموا طريقة عملها إزاي. دلوقتي لو جيت قلت لك أنت عندك عمارة والعمارة دي مكونة من مجموعة أدوار وكل دور بننفذ فيه حاجة معينة مختلفة على الدور التاني. طيب حلو. افرض مثلا كنت عايز أروح للدور رقم 3، فإحنا بنعمل إيه؟ بنروح على الأسانسير، نضغط رقم 3، فالأسانسير بيعمل تشيك على رقم 3 دوت، هل هو كان مساوي رقم 1؟ يعني الدور رقم 1 هيقول لك لأ، خلاص اطلع الدور اللي بعده. هل قيمة رقم 3 دي مساوية للدور رقم 2؟ هيقول لك لأ، فاطلع الدور التالت. طب هل قيمة رقم 3 ديت مساوية للدور رقم 3؟ ففي الحالة دي أيوه مساوية، فالأسانسير بيقف ويفتح الباب عشان تروح للدور رقم 3 وبتنفذ فيه حاجة معينة. فأنا عايزك تتخيل معايا إن السويتش كيس ديت هي عمارة، وجوه السويتش كيس مجموعة كيسز، كل كيس بننفذ فيه كود معين مختلف عن الكيس التاني. وعلشان الكود عندنا يوصل مثلا للكيس رقم 3، فهو بيعمل تشيك على القيمة اللي انت هتدخلها ديت، هل بتساوي قيمة كيس رقم 1؟ فلو لأ يروح على الكيس اللي بعدها. طب هل بتساوي كيس رقم 2؟ فلو لأ يروح على القيمة اللي بعدها. طب هي لو بتساوي كيس رقم 3، فروح نفذ الكود اللي جواها يا عم خلاص. ولما انت تنفذ الكود اللي جواها فخلاص اطلع من السويتش كيس. فبعد ما احنا فهمنا طريقة عمل السويتش كيس، تعالى بقى اقول لكم ازاي تكتبوا السويتش كيس. اول حاجة بنعملها بنكتب كلمة سويتش، بعد كده نحط الاقواس والكيرلي براكتس. طبعا انتوا عارفين ان جوه الكيرلي براكتس بنكتب فيها الكود بتاعنا اللي عايزينه يتنفذ. فاحنا هنكتب هنا يا شباب، هنكتب الكيسز بتاعتنا. طب ونكتب كيس ازاي؟ الكيس مكونة من 3 اجزاء. اول حاجة بتكتب كلمة كيس، وعلشان تميز كل كيس عن الكيس التانية فانت بتديلها قيمة. انا مثلا احط قيمة رقم 1، طيب انت. طيب التايب انت دوت قيمته كام؟ قيمته 1. طيب حلو، بعد كده بنعمل نقطتين فوق بعض. أنا كده عملت كيس وميزت الكيس ديت إن أنا اديت لها قيمة رقم 1. بعد كده هعمل بقى إيه؟ عايز أنفذ الكود الخاص بالكيس ديت، فبنزل سطر أعمل مثلا برنت لكلمة عبده، فأروح أعمل برنت لعبده مثلا. طيب بعد ما أنا خلصت الكود بتاعي اللي عايزه يتنفذ، بنعمل إيه بعد كده؟ نكتب كلمة بريك. يبقى إحنا كده عملنا كيس، ميزنا الكيس ديت بإن إحنا اديناها قيمة رقم 1، طيب انت، والكيس ديّة هننفذ فيها كود، والكود ده مثلًا كان عبارة عن print عبده. بعد ما أنت بتخلّص الكود دوّة بنعمل كلمة break، يعني خلاص يا عم أنت كده خلصت من الكيس ديّة واطلع بقى من الswitch case كلّها. طيب تمام حلو. فإحنا كده عرفنا إن إحنا جوّه الcurly brackets بنكتب الكيس بتاعتنا اللي بننفذ فيها الكود الخاص بيها. طيب تعالَ نعمل كيس تانية مثلًا، فأنا هاعمل كيس هادّي لها قيمة مثلًا 2، وهاعمل مثلًا print لكلمة مجدي. وبعد ما خلّصت الكود اللي عايزه يتنفذ باكتب إيه break. فتعالَ نعمل break. أيوه تمام. فأنا كده عملت التو كيسز. أول كيس كانت بتنفذ إيه؟ كلمة عبده، وتاني كيس كانت بتنفذ كلمة مجدي. طيب حلو، تعالى نرجع بقى للمثال اللي بتاع العمارة. كنت قلت لك عشان توصل للعمارة رقم 2 كنا بنعمل إيه؟ بنروح على الأسانسير نضغط رقم 2 علشان الأسانسير يقعد يعمل تشيك على كل دور، هل القيمة دي بتساوي لقيمة الدور؟ فلو لأ روح على الدور اللي بعده لحد ما يوصل للدور اللي قيمته مساوية ليه. طيب مين هنا بقى يا شباب الأسانسير بالنسبة لنا؟ الأسانسير هنا يا شباب هو الأقواس ديت، بنكتب فيها القيمة اللي عايز من خلالها السويتش كيس تقعد تعمل تشيك على كل كيس عندك، هل القيمة دي مساوية لديت؟ فلو لأ روح على اللي بعدها. هل القيمة دي مساوية لدي؟ فلو أيوه نفذ اعمل الكود اللي جواها. طب تعالى مثلا نكتب كده رقم 2، تعالى نعمل برنت. فزي ما انت شايف عمل لي برنت لكلمة مجدي. ليه عمل لي كلمة مجدي؟ لأن أنا هنا حطيت قيمة رقم 2، فهو أنا عمل تشيك هل قيمة 1 ديت مساوية لقيمة 2؟ فيقول لك لأ، فيروح على الكيس اللي بعدها. هل قيمة الاتنين ديت مساوية للقيمة اللي انت اديتها للكيس ديت؟ ايوه صح، فلو ايوه نفذ يا عم الكود اللي جواه وبعد كده تعمل بريك، يعني خلاص اطلع من الكيس كلها. طب افرضوا مثلا يا شباب انا اديت له قيمة ما كانتش موجودة عندي في الكيسز ديت، يعني كان عندي كيس 1 وكيس 2. افرض مثلا اديت له قيمة 3 مثلا. تعالى نعمل رن كده نشوف حصل معانا ايه. فزي ما انت شايف ما ادانيش حاجة. ليه ما ادانيش حاجة؟ لان انا ما عنديش كيس قيمتها ب3. فهو هنا عمل تشيك لقى ان القيمة دي مش مساوية ليها والقيمة دي مش مساوية ليها، فراح بقى يشوف كيس قيمتها بتساوي 3، لا ما عندوش كيس بتساوي 3، خلاص هتطلع من السويتش كيس كلها. طب هل ده طبيعي ان احنا لما نعمل رن الكود ما يديناش حتى مثلا يعرفنا ان انت دخلت قيمة غلط؟ لا طبعا مش طبيعي. فتعالى نكتب الكود
اللي يعرف اليوزر إن أنت دخلت قيمة مش موجودة عندي، محتاج إن هو يدخل قيمة صح. عشان نعمل كده بنكتب كلمة default، فتعالى نكتب. هروح أكتب كلمة default. بعد كده بعمل إيه؟ بحط النقطتين في بعض عندي علشان أنفذ الكود الخاص بديفولت. فأنا هنا أعرف اليوزر إن أنت تدخل قيمة من 1 ل2، فأقول له print enter number from 1 to 2. يبقى كده خلصت الكود اللي هيتنفذ في ديفولت. بعد كده بعمل ايه بقى؟ هل اروح اكتب كلمة بريك؟ قال لك لا، الديفولت مختلف عن الكيس، بتعمل كلمة ريتيرن، يعني هعمل ريتيرن للكود الخاص بديفولت. بعد ما تعمل ريتيرن اطلع اعمل سويتش كيس خلاص. فتعالى كده بقى نعمل رن. زي ما انتوا شايفين عمل لي انتر نمبر فروم 1 to 2، فحلو قوي. يبقى تعالى نرجع تاني. احنا هنا يا شباب عملنا سويتش كيس، قلت لك اعتبر ان السويتش كيس ديت عبارة عندك. فاحنا عندنا سويتش، وجوه السويتش مجموعة كيسز، يعني مجموعة أدوار، كل كيس بننفذ فيها كود مختلف عن الكيس التاني. وكنا كمان بندي قيمة للسويتش ديت علشان تروح تعمل تشيك، تروح تشوف هل القيمة ديت مساوية في كيس عندها، فلو أيوه روح يا عم نفذ الكود اللي جواه، طب لو لأ روح على الديفولت نفذ الكود اللي جوه ديفولت. بعد كده أما تنفذ الكود اطلع من السويتش كيس. طب تعالى بقى نطبق المثال دوت بس على إيه؟ على أيام. يعني هكتب رقم 1 فيديني إن هو ساتردي، رقم 2 ساندي، وهكذا لحد ما أخلص أيام الأسبوع عندي. فأنا كده هعمل كام كيس؟ هعمل 7، وكيس زيادة في حالة إن اليوزر دخل قيمة غلط، يعني مثلا دخل رقم 8. هل أنا عندي يوم من أيام الأسبوع رقمه 8؟ ما عنديش كده، أنا آخري 7. فأنا أروح أعمل السويتش كيس وأرجع لك. فأنا دلوقتي يا شباب عملت مجموعة كيسز، وكل كيس كانت بتمثل لي يوم من أيام الأسبوع. فمثلا لو كان اليوزر دخل لي رقم 1، فبالنسبة لي ساتردي، رقم 2 ساندي، وهكذا لحد ما نوصل لفين؟ لفرايداي. طيب تمام. وعملنا كمان كيس في حالة لو اليوزر دخل لي رقم غلط، فيقول لي you entered the wrong value. فتعالى نعمل متغير سميه int day، وهديله مثلا رقم كام؟ رقم 5. وتعالى نحط الداي هنا بدل ما نكتب رقم 3، حط الداي. فدلوقتي يا شباب السويتش كيس هتعمل ايه؟ هتروح تعمل تشيك على دي اللي قيمته رقم 5. هل ال5 ديت قيمتها مساوية لدوت؟ لأ، فينزل على اللي بعدها، فينزل على بعدها اللي بعدها لحد ما يوصل لفين؟ ل5. فلما يوصل لرقم 5 هيعمل برنت لكلمة مين يا شباب؟ لكلمة وينزداي. طب تعالى كده نعمل رن ونشوف. فتلاقي طبعا لك كلمة وينزداي. طيب تمام. تعالى ندخل له قيمة غلط، هكتب مثلا 9. تعالى نعمل رن. فزي ما انت شايف عمل لي ايه؟ you entered the wrong value. فده شبه كان مميز في سويتش كيس. المميز فيها ان انت بتديلها قيمة، وهي بتروح على كل كيس عندها تعمل تشيك هل القيمة ديت مساوية ليها. لو نفذ الكود اللي جواها، طب لو لأ هتنفذ الكيس الخاصة بمين؟ في لو حالة لو يوزر دخل قيمة غلط. فبعد ما احنا فهمنا السويتش كيس وفهمنا طريقة عملها وازاي نكتبها، فأنا عايزك تعمل مثال. من خلال المثال دوت لو كان الطالب التقدير بتاعه ايه، فهو التقدير بتاعه دلوقتي ممتاز. طب لو كان جاب بي، فالتقدير بتاعه ايه؟ جيد جدا، وهكذا لحد ما توصل لراسك. فأنا عايزك تطبق انت ده لوحدك. تعالى بقى نتكلم على ايه المميز في سويتش كيس عن اف إلس. يعني احنا كان ممكن نعمل الكلام دوت باستخدام مين؟ باستخدام اف إلس. فالشيء المميز في سويتش كيس عن اف إلس، لو كان انت عندك مجموعة قيم ثابتة عمرها ما هتتغير، ففي الحالة دي أحسن حل ليك إن أنت تستخدم السويتش كيس. يعني كان عندي هنا أيام أسبوع، فمستحيل إن أيام الأسبوع عندها تتغير، فأنسب حل ليا إن أنا أستخدم السويتش كيس. وغير كده إن السويتش كيس تأثيرها عندك في الكود أحسن بكتير من اف إلس. يعني لو في عندك برنامجين، واحد فيهم باستخدام السويتش كيس وواحد فيهم باستخدام الاف إلس، فالتطبيق اللي بالسويتش كيس هيكون أحسن بكتير مين؟ بالاف إلس. طب نستخدم اف إلس إمتى يعني؟ والله تستخدم الاف إلس لما يكون عندك البيانات اللي جايلك دي بيانات معقدة، محتاج بقى تعمل تشيك جوه تشيك وهكذا يعني. بس كده ده كان فيديو النهاردة، أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.